بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو نشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلبي جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، صباحكم زي الفل وصباح العسل وصباح الرضا. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا لها بخير يا رب. عيشوا معانا احداث يومنا وزي ما انتم شايفين تبارك الرحمن. هنعمل النهارده ايه يا حاجه حنان؟ هنعمل شويه قشطه. يا قشطه انت وهي حاجه كده، لا تقولي لي الفرن الفلاني ولا الفرن العلاني. زيد النبي صلاه واذكر الله. معايا كده 2 كيلو من الدقيق منخولين، نخله محترمه. حطينا عليهم حوالي نص كوبايه من السكر، والسكر ده اختياري، حابه تزودي تمام، حابه تقللي تمام. وحطينا كيس من الخميره، وحطينا شويه من الملح، وكوبايتين من السمنه، وربع كوبايه من الزيت. وهنقلب كل الحاجات دي كلها يا ست الكل، ونديهم البسه المحترمه اللي هتدينا ملمس عجينه، حاجه كده الاجه الالاجه. خلي بالك البسه دي هي اللي بتنعم معاك العجينه وبتخليها زي الحرير. ايوه، هنمسك كده الدقيق بين ايدينا ونفركه وننعمه خالص، هي دي البسه اللي احنا بنقول عليها. تمام. شوية قشطة كده من قشطة الفران، داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين. اعمليها كده برضو، احشيها الحشوة اللي تلد عليكي، ملبن، عجوة، جبنة بالزعتر، جبنة بالريحان، اللي ترتاحي فيه واللي هواكي فيه احشيها. بتكون تحفة. حتى لو عملت كمية وحطيتها كده في علب حفظ الطعام في الفريزر، وتطلعيها كده 10 دقايق بس من الفريزر على الرخامة، تبقى معاكي زي الفل. وفطار حاجة كده مزيكا. اللهم صل عليك يا نبي. اهو معايا بقى للعجين، يا اما لبن حليب، يا اما ميه، يا اما زبادي، يا اما لبن رايب، يا اما لبن قاطع عندك. زيد النبي صلاة واذكروا الله. اللي متاح عندك يا ست الكل اعجني بيه. اظن اللي بتوع الافران لا بيحطوا لك لبن، ولا بيحط لك قشطه، ولا بيحط لك كمان سمنه بلدي. حلو. وبتروحي تشتري الكيلو بالغلا وبالكوى، وبيكون على قلبك يعني وعلى قلب عيالك بالهنا والشفا. مش هنقول حاجه، بس اكلي عيالك حاجه مضمونه وحاجه نظيفه في بيتك ومن عمايل ايدك. وريحه الخبيز في البيت زي ما احنا دايما بنقول بركه. مش في الشتاء بس، خلي دايما ريحه الخبيز في بيتك كده، سواء شتاء صيف زي ما يكون. اهم حاجه ايدك في العجين، وريحة الخبيز تكون في بيتك دايما. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا احنا ضايفين يا حبايبي ربع معلقة من الكركم عشان ناخد اللون الاصفر الحلو اللي انتوا شايفينه. وضايفة كمان على اللبن الحليب معلقتين 2 من القشطة، ده لو متوفر عندك. مش متوفر عندك ولا يهمك، اعجني باللي تعجني بيه. مية، لبن رايب تمام، لبن حليب ما يضرش، كله زي العسل من تحت ايدك. وهنا القشطه بتاعت النهارده يا حبايبي او عجينه النهارده ما بتخمرش الا مره واحده. احنا عجناها وسبناها تريح بس مكان العجين واللت فيها قيمه 5 دقايق لا اكتر ولا اقل. وبعد كده زي ما انتم شايفين، شوفوا شكل العجينه، شوفوا الملمس والنعوميه، وتحس ان العجينه كده زي الحرير، زي الحرير تحت ايدك. بسم الله تبارك الله. ده يرجع لايه؟ ان احنا بسيناها بس حلوه في الاول. قشطه الفران كل عيالنا بيحبوها، بس انا بحب اعملها في البيت للامانه. عمار ابني بيموت فيها، ربنا يحميه ويحفظه يا رب، وخصوصا لو بالجبنه يعني. اللهم صل عليك يا نبي. الكيلو وصل في الفران بالشيء الفلاني، وانا ليه؟ من عندي الفرن وعندي الدقيق وعندي الخير موجود في البيت. اعملي وابني لبيتك خير، واكلي عيالك خير ايدك وعمال ايدك. مسكنا العجينة بعد ما ارتاحت 5 دقايق فقط لا غير، نكورها بحجم البيضة يا حبايبي، لا أكتر ولا أقل. وكل ما بتصغري كل ما بتحلو كمان. أيوة أهو. حطيت العجينة قدامي كده على الترابيزة، وبدأت إن أنا أشكل فيها، وتحطيها على صينية. عايزة تدهنيها دهنيها، مش عايزة تدهنيها ما تدهنهاش. تمام اهو. لان العجينه واخده حقها في السمنه وفي الزيت. حطينا ال2 كيلو 2 كيلو من الدقيق، كوبايتين سمنه وربع كوبايه زيت لل2 كيلو دقيق، رشه ملح، كيس خميره، والسكر على حسب الرغبه، وكمان معلقه، ربع معلقه من الكركم. انا عاجنه النهارده بزبده صفراء او سمنه صفراء، فعايزه اللون بقى كله يكون مصفر. انت حابه تضيفي ربع المعلقه الكركم دي براحتك، مش حابه بلاش.
بدأت ان انا اشكلها زي ما انتوا شايفين في الصواني. العجينة ناعمة حرير حرير اهو. هرصها بقى في الصواني وهتسيبها قيمة 10 دقايق ربع ساعة تتخمر في الصواني، وبعد كده على الفرن عدل. بسم الله تبارك الله على الريحة وعلى الجمال، وحاجة كده زي ما قلت لكم ألاجة الألاجة. هي بتفضل على وضعها اللي انتوا شايفينه، لا بتخبزيها لا بتبطيها كده توسعيها ولا أي شيء اهو. كل ما تصغريها كل ما بتكون حلوة كمان. هنا بقى الحشوة ترجع لك زي ما قلت لك، عايزة تحشيها احشيها. انا عملت شوية سادة عشان خاطر ابو عمار، وعملت شوية بالملبن، وعملت شوية كمان بالعجوة اهو. بالصلاة على النبي. حابة تعملي لك حبة كده تلمي الابرياء بتوعك وتقعدي تعملي لك حبة كده وتحطهم في الفريزر عشان العيد. ما هو مش عيد اللحمة بس، ما احنا لازم برضو نفرح بيتنا بالخبيز وبالعجين والكلام ده كله. النص بتاعها تخمر اهي، خمر مرة واحدة بس يا حبايبي، الخمر مرة واحدة بس اهو. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. نشغل الفرن يحمى بقى ونسوي على طول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا شكل الصواني بعد العجينه ما خمرت فيها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وانتوا عارفين ان احنا في حر بقى يا حبايبي، فالعجينه يا دوبك ربع ساعه وتلاقيها اختمرت ومالت الدنيا. بسم الله تبارك الله. شغلنا الفرن بقى على درجه حراره وسط زي ما انتوا شايفين. بصوا كده للشعل بتاعه الفرن، وهتسيبيها كده على الهادي يا زبادي لما تشوفي الحلويات دي. بالصلاه على حضره سيدنا النبي. ما شاء الله. زي ما قلت لك، حابه تضيفي شويه الكركم ضيفيهم، مش حابه خلاص. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كانت ريحتها تحفه. صلاه النبي. وطعمها قلت لكم ألاجة الألاجة. صلاه النبي صلاه النبي على الحلويات والأرضيه كمان. يا سلام. هطلعها لكم دلوقتي من الفرن وهتشوفوا الحلاوه. بس لما تطلعيها من الفرن كده غطيها قيمه دقيقتين 2. يعني انا طلعتها اهو على طول. اول ما تطلع من الفرن فوطه نظيفه كده وغطيها. هما دقيقتين 2 دقيقتين 2 بس. غطيها بالفوطه كده وهتاكلي احلى واطرى واجمل قشطه هتدوقها في حياتك اهو. بالصلاة على النبي. خلي بالكم المخبوزات اللي بيكون فيها لبن وبيكون فيها سمنة، بعد ما بتطلع من الفرن بشوية كده تحس ان هي خدت لون اغمق ساعة ما بتهدى من الفرن يعني اهو. بصوا العسل، بصوا بصوا حلاوة المخبوزات عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، زي السفنجة. اللهم صل عليك يا نبي. وممكن كمان تعملي منها شوية عيش كايزر للبرجر وللسندوتشات كمان، نفس العجينة دي. بسم الله تبارك الله. العجينة ناعمة، واخدة حقها في البث، واخدة حقها في المكونات بتاعتها، واخدة حقها في التسوية. بصراحة مدينا حقها تالت ومتلت، فمديانا برضو حقنا برضو تالت ومتلت. منظر حلو، طعم حلو. انت فرحانه لما بتكوني عامله معجنات وطالعه حلوه وريحتها حلوه. انا من الناس اللي ببقى لما الحاجه اعملها وتبقى حلوه عايزه اوزعها على الشارع كله بصراحه. بألف هنا وشفا على اللي كل منها يا رب. بصوا صلاه النبي. انا عملت الصينيتين دول ساده، والصينيه الاخيره عملتها يا حبايبي بسم الله ما شاء الله محشيه عجوه وملبن. لو شميتوا الريحه. بصوا الجمال، حاجة كده سفنجة وخف الريشة، خف الريشة. بصوا دي اللي بالملبن. الله. كان هواية وودي افتح لكم الصينية كلها عشان تشوفوا شكل الملبن وشكل العجوة، لكن احنا عدنا بنسيطر شوية على هرمون التفعيص عشان خاطر الناس اللي بتزعل، فبنوريكم بس هي عينات. بصوا العسل بقى،
بصوا. وكمان لما تبرد خالص، هي كانت لسه سخنه كمان، لما تبرد خالص خالص هوريها لكم بقى. بصوا بحال، شوفوا احكموا انتوا بقى. سفنجه سفنجه تبارك الله، ولا خدت وقت ولا خدت مجهود زي القرص، ولا خدت، عملتها كده في فريره انتوا عارفيني فراشه في المعجنات. اهو هنبدأ نلمهم كده على صينية واحدة. بسم الله تبارك الله. الكيلو من ده بالشيء الفلاني في الفرن، خلي بالكم، ومش بيكون بالنظافة وبالجودة وبالمكونات اللي انت ضايفاها، كله بيكون معجون بالمية وكده يعني زي ما انتوا عارفين. نعمل بقى شوية شاي كرك، حاجة كده ولا يا ولا حاجة كده ألاجة الألاجة. يمكن أول مرة أعمله معاكم، لكن بصراحة عيالي حبوه جدا وبألف هنا وشفا يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل عليك يا نبي. معايا هنا حوالي نص البراد مية، حطينا عود قرفة، حطينا شوية من القرنفل، حطينا كمان شوية من الحبهان. تمام. وهنسيب دول يغلوا غلوة محترمة على البوتاجاز، يعني قيمة 5 دقايق غلي كده، عما المكونات تتمزج كده بنفسها. ولو في اي تعديل عادي مفيش اي مشكله خالص، قولوا لي ممكن اضيف ايه، اشيل ايه، اعمل ايه، لاني اول مره اعمله بامانه الله. انا شربته مره واحده في السعوديه لكن عجبني ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن اول مره اعمله في البيت. بصوا هنا حسينا لون الميه تبارك الله بدا ان هو يتنكه من الحاجات اللي احنا ضايفينها. هننزل بقى بالسكر وحسب الرغبة، والشاي، وكمان اللبن الحليب. هو بيتعمل بلبن مكثف، محلى مكثف، مش كان موجود عندي بصراحة، بس مادام عجب الابرياء هجيب اللبن المحلى المكثف واعمل لهم بيه ان شاء الله عشان يبقى الطعم الاصلي. حطينا هنا السكر وحطينا الشاي، وهنسيبهم برضو ياخدوا غلوتين 3 محترمين كده. وعندي زعفران اصلي كان جاي لي من الامارات، حاجه كده اللهم بارك، تحفه. شوفوا بسنتف فيهم سنتفه كده اهو، بس عشان غالي الزعفران غالي. اللهم صل عليك يا نبي. هنهدي بقى ونسيبها تاخد وتدي بشكل ودي. بسم الله ما شاء الله. فطار يمشي، عشاء خفيف يمشي، حاجة كده يا جماعة الخير ما تتوصفش ولا تتحكى. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله تبارك الله. سيبتهم ياخدوا كده غلوتين كمان، وهنبدأ ان احنا نصبهم، وبألف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري. كل اللي كل من القشطة بتاعتنا، هي اسمها قشطة يا جماعة الخير، في الفران اسمها قشطة الأفران، احنا بنقول عليها قرص. وشاي الكرك كانت ريحته قلب البيت والله. بسم الله تبارك الله. حطوا لنا لايك للفيديو، حبايبي اللي شطار في عمل الشاي الكرك يقولوا لي لو في اي حاجه نضيفها او نشيلها عادي مفيش اي مشكله خالص. تبارك الرحمن. احنا قلنا بقى غلوتين حلوين محترمين ما شاء الله ما شاء الله. وهنصب الشاي بتاعنا بقى كده يا حبايبي، وبسم الله على الريح والطعم والحلاوة جنب شوية القشطة اللي احنا عاملينهم دول. صلاة النبي على الجمال. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معايا. صباحكم كرك. جماعة تلموا على الكرك دي، كنت بقول محدش هيرضى يشربها هيغضبوا عليه. ده خلص. بألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله. انت بتحبه؟ اشرب معايا. مش كله اشرب. ايه رايك في الشاي الكرك يا رضوى؟ اول مره تشربيه. ده جميل والله. وانت يا جنات؟
مش محتاج كلام. برضه ما هو الدليل اهو، الدليل اهو. بنصف البراد لعلي. ايه رايك في الشاي يا علي؟ علي يا علي. روح يا ماما. لا علي انا غلطان. ابو علوي. واد ابو علوي. ايه رايك في الشاي؟ جميل جميل. بالراحه. ده علي زعلان، ده علي سخن وحد غصبه يشربها سخن. هو طعمها ايه رايك؟ قول لها كده، انا خلاص. قول لها جميل جميل. جميل جميل. الصلاة على النبي. تسلم ايديك يا ماما. ابو جميل حلو ما الابرياء، شاء الله. رايك ابو الابرياء؟ لا جميل والله. شوف انا قاعد في الاردن كام سنه ما شربتش الشاي. انا اول ما شربت في السعوديه وعجبني جو. تمام، يمكن انا اول مره اعملها، لكن انا لما شربت اول مره كنت اشربه في السعوديه، وكنت مستغربه طعمه في الاول، وبعد كده بدات ان انا ايه، من وقت للتاني احس ان انا عايزه اشربه. انا شامه ريحته. سمعت حاجه. تمام. وايه تاني كمان، القهوه العربي مش اي حد يتحملها على فكره برضو. برضو يا رضوى. عملتها قبل كده مرضيش يشربوها. منور يا علي. علي يا علي يا بتاع الزيت، بحبك يا علي ولا عمري هويت. علي يا علي. عاجبك؟ جبيل جبيل. كل بعزم عليه. كل. هات حته لامك. يا لهوي، حته لمام. هو مالي غضبان عليا النهارده ليه؟ حبيبي. علي بس يا ماما. علي يا علي حبيبي. يا علي، انت غضبان عليا النهارده ليه؟ طب امشي من هنا، امشي من هنا. دي شايك، دي شاي اني، دي بتاع انا اللي عاملاه، انا اللي عاملاه. هتحبى لام؟ انا قد حبه لما. هتحبى لامك يا علي؟ بابا حبيبك نهارك مش فايت. شلون؟ حبة لام. ولكن ما لا مش يا علي. الله 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 الله. اشرب انت وقول الله الله الله. الله الله. شاطر. قول يا علي. استنى اعمل كده. استنى. انت بتشتغلنا ولا يا عم انت؟ قول الله 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 الله. روح لعبد ونوس هيبعتهم لنا بقى والشاي خلص. الله 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 الله. نعم ماشي يا علي. انت بتحب بابا هوني؟ لا يا علي. ماشي.